زي ما اتفقت معاكم ان انا هديكم كل اسبوع نبذه سريعه عن اللي حصل في الدوريات كلها، سواء الدوري المصري او الدوريات العالميه، وحدي برضه سنه من رايي وحدي سن التوقع عن اللي جاي. يلا بينا نسمي الله ونبتدي حصاد الاسبوع. هبتدي معاكم بالدوري المصري وهبتدي بالزمالك. الزمالك مع اول مواجهه صعبه يقابلها قابل المصري اللي كان شغال كويس من اول الموسم، كسبوا بالتلاته، وبصراحه الزمالك كان عامل اداء كويس. بس لو تروح تسال اي زملكاوي انت مطمن، يقول لك لا، انا بقلق من الفرق الصغيره قبل الفرق الكبيره. هم عارفين ان الزمالك في الغالب بيعمل ماتشات كويسه قدام الفرق الكبيره، بتظهر شخصيه الزمالك لان برضه الزمالك نادي كبير، فلما بيجي يلاعب الانديه الكبيره بيعرف يأدي قدامها وبيعرف يعمل ماتش كويس، وخصوصا ان هو لما بيلاعب فرقه كويسه وكبيره بتهاجم قدامه بيعرف يستغل ان هو عنده سرعات وعنده برضه لعيبه مهاريه وعنده صناع لعب كويسين بيعرف يوصلوا اللعيبه. المدرب بدأت تبان بوادره، بدأت تبان ان هو عنده حاجه كويسه، بس برضو نستنى ونشوف هل الاستمراريه هتبقى موجوده. عشان من وجهه نظري برضو اللعيبه اللي في الزمالك لعيبه مزاجيه شويه، يعني ممكن تيجي في ماتش تعرف ان هو ماتش جامد تلاقيها عملت احسن اداء في الدنيا، تيجي في ماتش تاني عشان هي عارفه ان ماتش صغير تنزل مستهتره وتلاقيها واقع منها نقط، زي ما حصل مع المقاولين ودجله. دول على فكره الفرقتين اللي وقعوا الزمالك، والفرقتين دول اصلا لسه صاعدين، فهنشوف الاستمراريه موجوده في نادي الزمالك ولا لا. وهنكمل في الدوري المصري. سيراميكا كليوباترا، تعرف ان سيراميكا لعبه 5 ماتشات ومعاها 10 بونت. مين الاول؟ الزمالك. معاه كام نقطه؟ 13 بونت، يعني الفرق ما بينهم ماتش والفرق ما بينهم 3 بونت. يعني سيراميكا لو كسبت الماتش اللي هو الباي اللي وقعته ساعتها هتبقى اول الدوري، فسيراميكا هتموت في اي ماتش جاي. وعلى فكره ماتشهم الجاي قدام الاهلي. الاتحاد مستمر في عروضه السيئه، وطبعا معاه الاسماعيلي، وربنا يستر وما يخلوش الدوري السنه الجايه 50 فريق. وادي دجله اللي لسه صاعد عامل اداء كويس على فكره مع المدرب المصري محمد الشيخ، وشغال كويس وعمل كذا انتصار ورا بعض. المحله دخل فيها جون اخيرا، دخل فيها جون ازاي؟ بلانتي وفي اخر دقيقه. مين اللي عمل البلانتي؟ محمد عبد الغني مدافع الزمالك السابق، نزل عشان يامن بيه على عبد العال، لبسه بلانتي وتعادلوا الماتش. نروح بقى للاهلي. بصراحه انا اجلت الفيديو ده على فكره وما رضيتش اعمله غير بعد 3 ايام من ماتش الاهلي عشان اكون هديت شويه وعارف اتكلم. ممكن برضو ما اعرفش اكون هادي وممكن ما اعرفش امسك اعصابي، بس برضو على اكيد هديت عن وقت الماتش. كلنا عارفين ان في مشكله في النادي الاهلي، مش عارفين نحط ايدينا قوي على المشكله، بس احنا عارفين ان في مشكله. هقول لك بقى وجهه نظري في الموضوع دوت. وجهه نظري في الموضوع دوت ان المشكله ان مفيش حد على الدكه قائد او شخصيه، بمعنى صح مفيش مدرب قوي شخصيته قويه. حتى مدير الكوره مع احترامي لوليد صلاح الدين، بس برضو لسه ما عرفش يفرض شخصيته على اللعيبه. على لعيبه محتاجه شخصيه قويه لان هم كلهم نجوم. وعلى فكره لازم في اختيار المدرب القادم تكون بتختاره 60% شخصيه و40% بس فني. هتقولي ليه 40% بس فني؟ كان في وقت الجيل الذهبي بتاع مانويل جوزيه مقوله شهيره قوي كانوا بيقولوها، يقول لك يا عم ده معاه فرقه لو جابوا بطه بلدي تدربهم هيعرفوا ياخدوا بيها الدوري. دلوقتي برضو السكواد اللي موجود دلوقتي على فكره ناس كتير شبهته بالسكواد القديم دوت وقالت لك انتوا معاكم احسن لعيبه في افريقيا. طب ايه الفرق يا عم؟ الفرق ان مانويل جوزيه كان شخصيه عارف يحكم اوضه اللبس، وبرضو كان معاه مدير كوره شاطر وبرضو عارف يحكم اوضه اللبس. حسام البدري برضو شخصيه قويه جدا، فهم كانوا قادرين يسيطروا على النجوم ديت. وهم النجوم لوحدهم طالما عارفين يدوا اقصى ما عندهم في الملعب هتلاقيهم لوحدهم بيعرفوا يكسبوا، مع طبعا تاتشات فنيه كده هتلاقيهم طلعوا احسن ما عندهم، وهتلاقيهم مفيش حد اصلا يقدر يقف قدامهم. عشان كده بقول ان لازم 60% من اختيار المدرب القادم يكون ان هو شخصيه قويه، و40% الفني اللي هيقدر يكمل المنظومه على بعضيها. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان عقليه اللعيبه في الجيل الحالي على فكره دي مشكله عالميه. زي ما احنا شايفين دلوقتي لامين يامال، ومشكلته مش مشكلته ان هو الاصابه اللي هو فيها وانه مقضيها مع نيكي نيكول، وعلى فكره ده عامل برده مشكله في برشلونه، حاسين ان الولد مقصر في حق نفسه. فعقليه اللاعبين مشكله في الجيل ده كله، فلازم انت تعرف تسيطر عليها عشان يديك اقصى ما عندك. هناك هانز فليك اعتقد هيقدر يسيطر على لامين يامال، بس هنا بقى في مصر لسه ما لقيتش اللي يسيطر على عقليه اللعيبه المصريه. هروح برده لحته التجديدات. انا من وجهه نظري وقف الباب ده، اقفله.
زي ما بيتقال دلوقتي مفيش اي تجديد لاي لعيب الفتره الحاليه، عشان السكه دي فتحت الباب لمشاكل كتير، اقاويل كتير، كلام كتير على السوشيال ميديا. انا لازم اقفل الباب ده خالص. اي حد عنده شخصيه قويه يمسك، سواء مدير كوره، مدير رياضي، مدرب، صدقني هيعمل اللي هيعمله في اللعيبه في الفتره دي. ايا كان مين هو اللعيب، الجمهور هيقف في ظهره. الجمهور عمره ما هيجي مع اللعيب، وخصوصا في الفتره اللي احنا فيها دي. هنروح بقى النقطه تانية، ودي اللي ممكن ما اعرفش امسك فيها اعصابي. انت بتعمل مين هوس يا تريزيجيه؟ معلش يعني انا اسف، بس انت بتعمل مين يالا هوس؟ الجمهور الاهلي؟ اعتقد الجمهور الاهلي ده احنا اللي عملناك، جاي تعمل لنا احنا هوس؟ ده احنا سيبناك من 10 سنين وانت ناشئ، راجع لنا وانت ناشئ. يعني احنا سايبينك من 10 سنين ناشئ، راجع لنا هو الناشئ اللي عمال عايز يجري ويقطم ويشوط لوحده وما بيبصيش للفريق. بقول لك ايه، احنا مش هندفع ضريبه البلانتي اللي انت ضيعتها بانانيتك لما ساعتها في ماتش انتر ميامي انت اللي اخترت ان انت تخش تشوت وضيعتها وضيعت علينا الماتش. مش هنفضل بقى احنا ندفع ثمنها ان انت عايز تثبت ان انا لعيب كبير، ان انا راجع ابقى نجم الفرقه. لا يا حبيبي، اصحى كده وفوق معانا. احنا الاهلي، احنا ممكن في ثانيه زي ما جبناك تترمي عادي في اي حته. بكره نشوف لك عقد في الخليج وتترمي. على فكره جمهور الاهلي مش هيسمي عليك، عشان بس تبقى عارف. تقول لنا احنا هص؟ هص مين يا ابني؟ هص مين يا بني ادم؟ هص مين؟ جمهور الاهلي ده اكتر جمهور لو احترمته وقدرته وحس ان انت بتعمل اللي عليك في الملعب هيقدرك وهيحترمك وهيشيلك فوق دماغه. واضح بس ان انت اللي نسيت. هتقول لي عليك ضغوطات؟ ضغوطات ايه يا ابني؟ ضغوطات ايه وحد ضغطك؟ انت اللي ضاغط نفسك. انت اللي جاي وعايز تثبت ان انا لعيب كبير. يا حبيبي انت يا عم لعيب كبير، رحت لعبت في انديه كبيره، لعبت في الدوري الانجليزي واديت كويس، مش محتاج ان انت تثبت حاجه. انت لما جيت احنا كنا بنقول عليك اهم صفقه السنه دي، واهم من زيزو اللي عامل الضجه دي كلها. بس انت خيبت ظننا. ليه؟ عشان انت من ساعه البلانتي اللي ضيعتها وانت عايز تثبت حاجه، تثبت انت لعيب. يا حبيبي مش ناقص، مش عايز تثبت حاجه. العب جماعي، فيد الفرقه، وانت هتلاقينا شايلينك فوق دماغنا. فانت لو مضغوط فانت اللي ضاغط نفسك، وفي المقابل خسرت جمهور الاهلي. فخلي بالك عشان اللي جاي كله ضدك. وبمناسبه عقليه اللعيبه اللي انا بتكلم فيها وعقليه تريزيجيه اللي معاه، انا شايف ان افضل عقليه موجوده في النادي الاهلي دلوقتي في السكواد اللي احنا فيه وفي الصفقات اللي جت بصراحه هي زيزو. والله ما شغل مكايده، بس فعلا اللعيب ده عقليته في حته ثانيه خالص. اللعيب ده فعلا لو كان بره مصر وكان عرف يستثمر موهبته كويس قوي، اللعيب ده كان هيبقى في حته ثانيه بسبب عقليته. نقفل كده بقى الدوري المصري ونروح بقى للدوري الانجليزي. نروح للدوري الانجليزي. مسلسل البلاس 90 مستمر مع ليفربول، عامل لي فيها ريال مدريد والاهلي البيت. شغال يفضل طول الماتش متعادل او خسران، ويجي في الدقيقه 90 هوب يا عم اخطف جون، حاجه و80 هوب يا عم اخطف جون، خطف الثلاثه بونت وجري. على فكره برضو قلتها قبل كده، دي مش حاجه وحشه. الفريق البطل اللي يعرف وهو وحش يعرف يكسب، دي اهم حاجه ان انت تاخد الثلاثه بونت. بس هل ده هيفضل مكمل معاك؟ يعني هل اللي بيحصل ده هيفضل مكمل معاك الماتشات الجايه؟ هيفضل مكمل معاك في ماتشات دوري الابطال؟ مش عارف. بس اداء ليفربول بصراحه مش مقنع قوي. بس على فكره مش ليفربول بس، انا برضو لحد دلوقتي ما شفتش اداء في الدوري الانجليزي لفريق ممتع كده وان هو تقعد تتفرج عليه وانت حابب ان انت تقعد تتفرج عليه. ممكن تتفرج على ماتش حلو، انما على فرقه ممتعاك وعايز تيجي كل مره تسليم ماتشها عشان تتفرج عليها، ما اعتقدش ان في فرقه لحد دلوقتي لفتت النظر ده. اللي مفرحني بقى في حوار ليفربول الماتش دوت بالذات، ماتش بيرلي، ان اللي عمل البلانتي حنا بعل. يا سلام اتمزجت قوي، وخصوصا ان صلاح اللي دخل حطها. فاكر يالا لما اتريقت على احتفال صلاح واحتفلت بيه قدامه؟ البس بقى. ارسنال كسب 3 بس برضه ارتيتا لو جابوا له رونالدو جابوا له ميسي برضه طريقه لعبه عقيمه ومعروفه على فكره. ارتيتا بيعمل ايه؟ بيدافع، بيقطع الكوره، بيفضل يلعب على الاثنين مساكين دولت ان هم اللي يوزعوا اللعب، يا اما يطلعوا الاثنين الباكات وان هم يخترقوا بيهم لحد ما يوصلوا يسلموا للجناحات، اللي بعد كده الجناحات بتديهم 3 اختيارات، يا اما عرض في ال 18 للمهاجم، او ان انت اقطم وشوط، او عرض لبره وعنده 3 مدفعيه في نص الملعب، زوماميندي ورايس ومورينو. بس هو حافظ اللعبه ديت ودايما بيلعب عليها، بس مفيش ابداع. حاجه تانية ان هو دايما بيحب يخلي الاثنين الباكات بتوعه هما اللي ينزلوا يقطعوا على القلب ويخلي الجناح ما يتحركش في القلب خالص. على فكره في ماتش الاخير بتاع اتلتيك بلباو، ايزي اصلا لعيب بيحب يتحرك في القلب، بيحب يخش في القلب، زي ما احنا شايفين دلوقتي كده في الصوره ديت ان ايزي ده داخل للقلب. وزي ما احنا برضو شايفين ارتيتا بيزعق له بيقول له ارجع على الجناح يا سيدي. هو لعيب بيعرف يخش في القلب. خلي كالافيوري هو اللي يطلع على الجناح، لا انا حافظ
كالافيوري طالما هو الباك يبقى هو اللي هيخش في القلب، وانت خش على الوينج وافتح المساحه دي اللي كالافيوري يخش فيها. طب ايه المشكله لو عكستها؟ لا انا حافظ. فهنشوف ارتيتا، مش عارف، انا مش حاسس ان هو لو فضل مع الارسنال دي كام سنه ولو جابوا له مين لعيبه، مش حاسس ان هو يقدر ياخد بطوله. تشيلسي اتعدت في اللحظات الاخيره، وده التعادل الثاني ليها السنه دي. معاهم سكواد كويس على فكره وشبه متكامل، بس لسه الدنيا ما مشيتش مع انها كانت مشيت معاهم في كاس العالم للانديه. توتنهام الكيمياء كده بدات تمشي مع المدرب، اللعيبه برده بدات تفهم بعضها، تشافي سيمونز بدا يشتغل بصراحه، هم سكواد كويس ويجي منه، وابتدت اهي الكيمياء تمشي وكسبوا 3-0. طب كسبوا 3-0 مين؟ كسبوا وست هام، الفريق اللي واقع قوي السنه دي ومستواه وحش قوي الصراحه، وربنا يستر عليه من الهبوط. نروح لماتش السيتي واليونايتد، العيان والميت، بس العيان حط على الميت، شيله 3 ومع الرأفة على فكره. بصراحه اليونايتد ميت ميت ميت. اللعيبه بدات تشك في طريقه اموريم بيعاند ومستمر في طريقه لعبه ودايما بيطلع يقول مش هغيرها. اللعيبه بدات تمل، حاسس ان في صراع ما بينهم داخلي بس مش معلن قوي. بصراحه اموريم انا شايف ان هو قدامه فرصه 3 ماتشات الجايين لحد التوقف الدولي اللي جاي، لو ما اداش فيهم اعتقد ان اليونايتد مجهزه بديل. نيوكاسل بعت ايزاك لليفربول، جابت مكانه فولتميد، ما استناش من اول ماتش ليه هوب راح جايب لهم جون المكسب واداهم ال3 بونت. اللي يبقى عندهم يا بيبي يخش يوصل، بس يخش على طول ينسجم من اول ماتش هوب جون. بصراحه يعني الكره دي في حته تانية. خلصنا كده من الدوري الانجليزي، يلا بينا بقى على الدوري الاسباني. ريال مدريد قدر يحافظ على الصداره بتاعته وطلع ب3 نقط غاليين قوي من ملعب سوسيداد الانويتا، وبرغم الطرد اللي هو مش طرد خالص على فكره، وتقدروا تروحوا تراجعوا اللقطه، بس قدر الريال ان هو يحافظ على الماتش، قدر ان هو يحافظ ان هو ما يخشش عليه اكتر من جون واحد، وكان من ضربه جزاء صحيحه 100%، وعرف ان هو يطلع ب3 نقط غاليين عشان يحافظ على الصداره، عشان كمان ان هو يفضل محافظ على فرق البونتين اللي ما بينه وما بين برشلونه اللي راح دك فالنسيا اصلا 6-0 ومن غير لامين يامال. فالنسيا واقعه جدا، دي ثالث سنه تقريبا ليها واقعه، دكوهم 6-0 من غير لامين يامال اللي مقضيها مع نيكي نيكول. وماشي على العموم يعني برشلونه فعلا فضلت برده محافظه على فرق النقطتين دول، لان خلي بالك ده هوب في ماتش اتجابوا. وفي وسط كل دوت اتلتيكو مدريد كسبت اخيرا اول ماتش ليها. اتلتيكو مدريد اعتقد السنه دي ممكن هتبقى بعيده شويه، واعتقد ان السنه دي المنافسه هتبقى قويه قوي بين الريال وبرشلونه. هنعمل نظره سريعه كده على باقي الدوريات، وهنبدا بالدوري الايطالي. نابولي لسه في الصداره، وده بفضل ابناء مدينه مانشستر، دي بروين، ماكتوميناي، وهويلاند. هم على فكره اللي مشتركين تقريبا في معظم الاجوان اللي جات لنابولي السنه دي، لسه محافظين على الصداره ب9 بونت. طب مين التاني؟ برضه يوفنتوس ب9 بونت، اللي كانت دخلت في ماتش كان مدعكه ما بينها وما بين انتر ميلان، وقدرت ترجع في الماتش اكتر من مره وخلصت الماتش 4-3. وكان مين نجوم الماتش ده؟ ابناء ترام، ابوهم كان قاعد بيتفرج على في المدرجات وقاعد بيتفرج على عياله كده ومستمتع بيهم، بس اعتقد ان قلب ترام رايح ناحيه يوفنتوس شويه. هنروح كمان لاي سي ميلان، كسبت الماتش اللي فات بولونيا بهدف الاسطوره لوكا مودريتش، قدر يلحقهم، وبدات الساحر لوكا بدا كده ينسر سحره عليهم. وان شاء الله هنشوف لوكا مودريتش كمان السنه دي مكمل ومكمل، لان هو عايز يلعب كاس عالم وبيفكر ان هو بعد كاس العالم يعتزل. فاعتقد ان السنه دي برضو لوكا هيفضل في مستواه الكامل. الدوري السعودي النصر بادئ بدايه كويسه السنه دي، وحاسسها مختلفه عن كل مره، حاسس ان هم قدروا يدعموا شويه بتدعيمات فعلا مناسبه وفعلا تناسب امكانيات الفريق. جواو فيليكس بصراحه عامل شغل عالي قوي، واعتقد ان البدايه المختلفه دي ممكن تؤدي لبطوله في الاخر. الدوري الالماني كالعاده سيطره بايرن ميونخ، الدوري الفرنسي كالعاده سيطره باريس سان جيرمان. اخر حاجه هتكلم فيها، بيراميدز كسبت اوكلاند سيتي 3-0 في كاس الانتر كونتيننتال، صعدت ان هي تلاعب اهلي جده على كاس الثلاث قارات. واعتقد ان بيراميدز حظوظه كويسه، اهلي جده حلو بس مستواه السنه دي مش زي السنه اللي فاتت، فاعتقد ان حظوظ بيراميدز لسه عاليه، ممكن يكسبوا. هتقولي تمنياتي، اقول لك لا مش عايزهم يكسبوا الصراحه، مش عايزهم يكسبوا عشان يفضل الصراحه الاهلي هو صاحب الانجاز ده بس اللي هعمله في افريقيا. كده خلصنا حصاد الاسبوع دوت. هتقول لي يا عم فين دوري الابطال؟ هقول لك دوري الابطال دايما هيبقى في حصاد الاسبوع اللي بعديه، لان انا لما باجي بصور الفيديو دوت بيكون دوري الابطال لسه ما اتلعبش، فانا بحلل بس الماتشات اللي اتلعبت. فان شاء الله هتفرج على ماتشات دوري الابطال، وهتفرج على ماتشات الدوري اللي هتتلعب في اول الاسبوع، وان شاء الله في حصاد الاسبوع الجاي هكون مدخل دوري الابطال مع الدوريات اللي هتتلعب في اول الاسبوع ان شاء الله. اشوفكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله.
كان معاكم مصطفى جمال الفوتبول شيف.